في عالم يتحرك بسرعة، حيث تتغير الوظائف وتزداد الأعباء المالية يوما بعد يوم، يظل السؤال الأهم: لماذا يعمل بعض الناس طوال حياتهم دون أن يصلوا إلى الحرية المالية، بينما ينجح آخرون في بناء ثروات مستمرة رغم أنهم لم يبدأوا بامتيازات خاصة؟ كتاب الأب الغني والأب الفقير يفتح لنا هذا الباب من خلال قصة حقيقية عاشها المؤلف بين نموذجين مختلفين تماما في التفكير حول المال والعمل والاستثمار. الأب الفقير يمثل الفكر التقليدي الذي يؤمن بالتعليم الأكاديمي والحصول على وظيفة مستقرة كطريق أساسي للأمان المالي. أما الأب الغني فيمثل عقلية مختلفة تماما، عقلية ترى أن المال يجب أن يعمل من أجلك، لا أن تعمل أنت من أجله، وأن الأصول هي المفتاح الحقيقي لبناء الثروة. من خلال مقارنة هاتين العقليتين، يكشف الكتاب أسرار الثقافة المالية التي لا تدرس في المدارس، ويشرح بأسلوب بسيط الفرق بين الأصول والخصوم، وأهمية الاستثمار، وبناء مصادر دخل متعددة. هذه المقدمة هي بداية رحلة لفهم المال بطريقة أعمق، وتغيير نظرتك إليه من مجرد وسيلة للعيش إلى أداة تصنع بها حريتك واستقلالك المالي. الفصل الأول: الأثرياء لا يعملون من أجل المال. يركز هذا الفصل على فكرة محورية تغير طريقة التفكير التقليدية حول العمل والدخل. منذ الصغر، يتعلم معظم الناس أن الهدف هو الدراسة الجيدة ثم الحصول على وظيفة مستقرة تضمن راتبا شهريا ثابت. لكن هذا النمط يجعل الإنسان يعتمد بالكامل على دخله الوظيفي، ويعيش في دائرة مستمرة من العمل لتغطية المصروفات، ثم البحث عن زيادة في الراتب لمواجهة ارتفاع الالتزامات. في المقابل، يوضح هذا الفصل أن الأثرياء يفكرون بطريقة مختلفة تماما، فهم لا يسعون للعمل من أجل المال فقط، بل يسعون لبناء أصول تولد دخلا مستمرا. بدلا من أن يكونوا أسرى للراتب، يجعلون المال يعمل لصالحهم من خلال الاستثمار وبناء المشاريع وامتلاك الأصول المدرة للدخل. كما يناقش الفصل فكرة الخوف والطمع، وكيف يتحكم هذان الشعوران في قرارات معظم الناس المالية. الخوف يدفعهم للتمسك بالوظيفة مهما كانت الظروف، والطمع يدفعهم لإنفاق المزيد كلما زاد دخلهم. أما العقلية المالية الذكية فتعتمد على التحكم في المشاعر، واتخاذ قرارات مبنية على فهم حقيقي لكيفية عمل المال، وليس على ردود فعل عاطفية مؤقتة. الفصل الثاني: لماذا نعلم الثقافة المالية؟ يتناول هذا الفصل أهمية الثقافة المالية كعنصر أساسي لتحقيق الاستقرار والنجاح على المدى الطويل. يوضح أن النظام التعليمي التقليدي يركز بشكل كبير على المهارات الأكاديمية مثل القراءة والكتابة والرياضيات، لكنه لا يمنح الطلاب فهما عمليا لكيفية إدارة المال أو بناء الثروة. والنتيجة أن كثيرا من الناس يحصلون على شهادات عالية ووظائف جيدة، لكنهم يظلون يعانون ماليا بسبب ضعف فهمهم للمفاهيم المالية الأساسية. يركز الفصل على الفرق بين الأصول والخصوم، وهي نقطة محورية في بناء الثروة. الأصول هي كل ما يضع مالا في جيبك بشكل مستمر، مثل الاستثمارات والمشاريع المدرة للدخل، بينما الخصوم هي ما يسحب المال منك بشكل منتظم، مثل الديون والالتزامات الشهرية. المشكلة أن كثيرين يخلطون بين الاثنين، فيشترون أشياء يعتقدون أنها أصول بينما هي في الحقيقة التزامات تستهلك دخلهم. كما يشير الفصل إلى أن النجاح المالي لا يعتمد على مقدار ما تكسبه، بل على كيفية إدارتك لما تكسبه. فحتى الدخل المرتفع لا يضمن ثروة إذا لم يكن هناك وعي مالي وانضباط في القرارات. الثقافة المالية تمنحك القدرة على قراءة الأرقام، فهم القوائم المالية، واتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاء. الفصل الثالث: اهتم بأعمالك الخاصة. يركز هذا الفصل على مفهوم مهم جدا في بناء الثروة، وهو الفرق بين العمل في وظيفة وبين بناء عملك الخاص. يوضح أن أغلب الناس يقضون حياتهم في العمل لصالح شركات أو مؤسسات يملكها أشخاص آخرون، بينما يهملون بناء أصولهم الشخصية التي يمكن أن تحقق لهم دخلا مستقلا ومستمرا. الفكرة الأساسية هنا ليست أن تترك وظيفتك فورا، بل أن تبدأ تدريجيا في إنشاء شيء تملكه أنت. قد يكون هذا مشروعا صغيرا، استثمارا في عقار، أسهما، أو أي أصل يمكن أن يدر دخلا دون أن يتطلب وجودك الدائم. الهدف هو أن تبني مصدر دخل لا يعتمد فقط على وقتك وجهدك اليومي. كما يناقش الفصل خطأ شائعا،
وهو الاعتقاد بأن المنزل الشخصي يعتبر أصلا دائما. يوضح أن الأصل الحقيقي هو ما يضع مالا في جيبك، وليس ما يستهلك أموالك في صورة أقساط وصيانة ومصاريف. لذلك الاهتمام بأعمالك الخاصة يعني التركيز على شراء الأصول التي تزيد من تدفقك النقدي، وليس مجرد زيادة دخلك من الوظيفة. الرسالة الأساسية في هذا الفصل هي: لا تكتفي بالعمل من أجل الآخرين، بل ابدأ في بناء شيء يخصك ويعمل لصالحك على المدى الطويل. الفصل الرابع: تاريخ الضرائب وقوة الشركات. يتناول هذا الفصل كيف نشأ نظام الضرائب، وكيف تطور عبر الزمن ليؤثر بشكل مباشر على دخول الأفراد والشركات. يوضح أن الضرائب في بدايتها كانت تفرض على الأغنياء فقط، لكن مع مرور الوقت توسعت لتشمل الطبقة المتوسطة، فأصبح الموظفون وأصحاب الرواتب الثابتة هم الأكثر تأثرا بها، والسبب أن دخلهم يمر عبر النظام الضريبي قبل أن يصل إلى أيديهم، مما يقلل من قدرتهم على الادخار والاستثمار. في المقابل، يشرح الفصل كيف تستفيد الشركات من قوانين الضرائب بشكل مختلف. فالشركات غالبا تدفع مصروفاتها أولا، ثم تحسب الضرائب على الأرباح المتبقية، بينما الموظف يدفع الضرائب أولا ثم ينفق ما يتبقى. هذا الفرق البسيط في الترتيب يؤدي إلى نتائج مالية كبيرة على المدى الطويل. لا يدعو الفصل إلى التهرب من الضرائب، بل إلى فهم القوانين المالية واستخدامها بذكاء. فالأثرياء لا يخالفون القوانين، بل يتعلمون كيف تعمل الأنظمة ويستفيدون منها بشكل قانوني. المعرفة هنا هي القوة الحقيقية، لأنها تمنحك القدرة على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً، سواء كنت موظفاً أو صاحب مشروع. الرسالة الأساسية هي أن فهم تاريخ الضرائب وقوة الشركات يساعدك على التفكير بطريقة استراتيجية، بدلاً من الاكتفاء بالعمل ودفع الالتزامات دون وعي بكيفية إدارة أموالك بذكاء. الفصل الخامس: الأثرياء يبتكرون المال. يركز هذا الفصل على الطريقة التي ينظر بها الأثرياء إلى المال وكيف يخلقونه بدلاً من الاكتفاء بكسبه من الوظيفة. في كثير من الأحيان يعتمد معظم الناس على الراتب كمصدر دخل وحيد، ويعتقدون أن العمل لساعات أطول سيزيد دخلهم، بينما الأثرياء يركزون على ابتكار المال من خلال إيجاد فرص استثمارية، مشاريع جديدة، أو تطوير أصول تدر دخلاً مستمراً. الفكرة الرئيسية هي أن المال ليس مجرد شيء يكسب ويصرف، بل أداة يمكن أن تستخدم لإنتاج المزيد من المال. فبدلاً من استهلاك الدخل بالكامل، يقوم الأثرياء بتحويل جزء منه إلى أصول تحقق عائداً، مثل الأسهم، العقارات، أو الشركات الصغيرة. بهذه الطريقة يصبح المال نفسه يعمل لصالحهم. كما يناقش الفصل أهمية التفكير الإبداعي في التعامل مع الفرص المالية. الأثرياء يدرسون السوق، يلاحظون الاحتياجات، ويبتكرون حلولاً يمكن أن تدر عليهم دخلاً مستداماً. هذا يعني أن الابتكار المالي لا يتطلب بالضرورة رأس مال كبير، بل عقلية ذكية واستعداد للتعلم والمجازفة المدروسة. الرسالة الأساسية في هذا الفصل هي: لتصبح ثرياً، لا تنتظر أن يأتي المال إليك، بل تعلم كيف تخلق المال من خلال استثمار مهاراتك، أفكارك، وأصولك بطريقة استراتيجية ومدروسة. الفصل السادس: أعمل لتتعلم، لا تعمل من أجل المال. يركز هذا الفصل على أهمية التعلم المستمر واكتساب الخبرات العملية بدلاً من التركيز فقط على كسب المال. الكثير من الناس يختارون الوظيفة فقط لأنها توفر دخلاً ثابت، ويقضون سنوات عديدة في العمل من أجل الراتب دون أن يتعلموا مهارات جديدة أو يكتسبوا خبرات يمكن أن تحولهم إلى أصول حقيقية. الدرس الأساسي هنا هو أن النجاح المالي لا يأتي من مجرد العمل لساعات طويلة، بل من التعلم أثناء العمل واستثمار هذا التعلم في مشاريع وأصول تدر دخلاً مستقبلياً. فكل تجربة عملية، حتى لو كانت صغيرة، تضيف قيمة لمعرفتك وقدرتك على خلق فرص جديدة. كما يشير الفصل إلى أن بعض الفرص لا يمكن أن تأتي إلا لمن يجرؤون على التعلم وتجربة أشياء جديدة، حتى ولو كانت محفوفة بالمخاطر المدروسة. الأثرياء يستثمرون وقتهم في تطوير مهاراتهم المالية والعملية بدلاً من الاستسلام فقط للروتين الوظيفي. الرسالة الأساسية في هذا الفصل هي: اجعل كل عمل تقوم به فرصة للتعلم، لا مجرد وسيلة للحصول على المال. عندما تركز على التعلم واكتساب الخبرات، يصبح المال نتيجة طبيعية للخبرة والمعرفة التي تبنيها على المدى الطويل.
الفصل السابع: التغلب على العقبات. يتناول هذا الفصل التحديات والعقبات التي تواجه كل شخص يسعى لبناء الثروة، ويشرح أن الفشل والمشاكل المالية جزء طبيعي من الطريق نحو النجاح. الكثير من الناس يتوقفون عند أول صعوبة، سواء كانت مالية أو نفسية، ويعودون إلى الراحة والاعتماد على الراتب فقط. أما الأثرياء فيرون العقبات كفرص للتعلم والنمو. الفصل يسلط الضوء على أهم العقبات الشائعة، مثل الخوف من فقدان المال، الكسل في التعلم، والتردد في اتخاذ القرارات. الخوف يمنع الكثيرين من الاستثمار أو تجربة فرص جديدة، بينما يؤدي الكسل إلى الركود وعدم تطوير المهارات. التغلب على هذه العقبات يتطلب شجاعة وصبرا، وفهما أن كل تجربة حتى لو انتهت بخسارة تضيف قيمة وخبرة. كما يشير الفصل إلى أهمية البيئة المحيطة والدعم الاجتماعي. الأشخاص الذين يحيطون بأنفسهم بأشخاص ناجحين ومحفزين يكونون أكثر قدرة على تجاوز العقبات. الاستماع إلى النصائح، التعلم من الأخطاء، وممارسة الانضباط المالي هي أدوات تساعد على تجاوز الصعوبات. الرسالة الأساسية في هذا الفصل هي: العقبات موجودة لكل شخص، لكن القدرة على التغلب عليها هي ما يميز الأثرياء عن الآخرين. التفكير الإيجابي، التعلم المستمر، والمثابرة هي مفاتيح النجاح المالي الحقيقي. الفصل الثامن: البدء. يركز هذا الفصل على أهم خطوة في أي رحلة مالية: البدء الفعلي. كثير من الناس يقضون سنوات في التعلم وقراءة الكتب وحضور الدورات، لكنهم لا يتخذون خطوة عملية واحدة نحو بناء الثروة. التردد والمماطلة هما أكبر عدوين للنجاح المالي، بينما البدء الفوري حتى لو بخطوات صغيرة هو ما يضعك على الطريق الصحيح. يوضح الفصل أن البدء لا يعني الانتظار حتى تكون كل الظروف مثالية، بل اتخاذ أي خطوة عملية يمكن أن تدفعك للأمام، سواء كان ذلك فتح مشروع صغير، شراء أصول مدرة للدخل، أو تجربة استثمار جديد. المهم هو التحرك وعدم الاكتفاء بالتخطيط النظري فقط. كما يشدد الفصل على قوة القرارات المبنية على الفعل. كل تجربة تبدأ بها تمنحك معرفة عملية لا يمكن اكتسابها من القراءة أو الدراسة وحدها. التعلم من الأخطاء أثناء العمل هو جزء أساسي من بناء خبرة مالية حقيقية. الرسالة الأساسية في هذا الفصل هي: لا تنتظر الظروف المثالية ولا تخاف من الخطأ، ابدأ فورا بما تستطيع. الفعل المباشر هو الجسر الذي يحول المعرفة إلى ثروة، وكل خطوة عملية تبني قاعدة صلبة لمستقبلك المالي. الفصل التاسع: هل تريد المزيد؟ يتناول هذا الفصل الدافع الداخلي والرغبة المستمرة في التعلم والنمو المالي. بعد أن يبدأ الشخص في بناء الثروة وفهم كيفية إدارة المال، تظهر مرحلة جديدة: الرغبة في المزيد، سواء كان ذلك في المعرفة أو الدخل أو الفرص الاستثمارية. هذا الفصل يوضح أن الرغبة في التطور المستمر هي ما يميز الأثرياء عن الآخرين. الدرس الأساسي هنا هو أن الثروة الحقيقية لا تتوقف عند رقم معين أو هدف محدد، بل تتعلق بالاستمرار في التعلم وتجربة أشياء جديدة واستكشاف فرص مختلفة. الأثرياء لا يكتفون بما وصلوا إليه، بل يسعون دائما لتطوير أنفسهم وأعمالهم وأصولهم المالية. كما يشدد الفصل على أن الفضول المالي والرغبة في المزيد يجب أن يكونا متوازنين مع الحكمة والانضباط. الطمع غير المدروس يمكن أن يؤدي إلى قرارات خاطئة، بينما الرغبة في التعلم المستمر تمنحك القدرة على اتخاذ قرارات ذكية ومدروسة. الرسالة الأساسية في هذا الفصل هي: لا تتوقف عند النجاح الأول، بل ابقى متحمسا للتعلم واكتشاف فرص جديدة، فالرغبة المستمرة في التطور هي مفتاح النمو المالي طويل المدى. الفصل العاشر: الخلاصة. في هذا الفصل يجمع المؤلف كل الأفكار والمبادئ التي تناولها الكتاب ليقدم خلاصة عملية لكل من يرغب في تحقيق الحرية المالية. يذكرنا بأن المال ليس هدفا في حد ذاته، بل أداة يمكن أن تفتح أبواب الفرص وتمنح القدرة على اتخاذ قرارات حياتية أكثر حرية واستقلالية. النجاح المالي يتطلب مزيجا من المعرفة، العقلية الصحيحة، والشجاعة في اتخاذ القرارات. يشدد الفصل على أن الفهم العملي للمال، بدءا من التمييز بين الأصول والخصوم، مرورا بفهم الضرائب، وانتهاء بالاستثمار الذكي،
هو ما يجعل الإنسان قادرا على السيطرة على حياته المالية بدلا من أن يكون أسيرا للراتب أو الديون. كل الدروس السابقة تصبح أدوات يمكن استخدامها في الحياة اليومية لتحقيق أهداف مالية محددة. كما يحث الفصل القراء على الاستمرار في التعلم وتجربة استراتيجيات جديدة وعدم الخوف من الفشل أو ارتكاب الأخطاء، فكل تجربة مالية تمنح خبرة تزيد من قدرتك على إدارة أموالك بحكمة. الرسالة الأساسية هي: استخدم ما تعلمته لبناء حياتك المالية خطوة بخطوة، واجعل المال أداة تعمل من أجلك وليس أنت من أجله. الاستمرارية، التعلم، والشجاعة هي مفاتيح الحرية المالية الحقيقية. الخاتمة. في هذا الفصل يجمع المؤلف كل الأفكار والمبادئ التي تناولها الكتاب ليقدم خلاصة عملية لكل من يرغب في تحقيق الحرية المالية. يذكرنا بأن المال ليس هدفا في حد ذاته، بل أداة يمكن أن تفتح أبواب الفرص وتمنح القدرة على اتخاذ قرارات حياتية أكثر حرية واستقلالية. النجاح المالي يتطلب مزيجا من المعرفة، العقلية الصحيحة، والشجاعة في اتخاذ القرارات. يشدد الفصل على أن الفهم العملي للمال، بدءا من التمييز بين الأصول والخصوم، مرورا بفهم الضرائب، وانتهاء بالاستثمار الذكي، هو ما يجعل الإنسان قادرا على السيطرة على حياته المالية بدلا من أن يكون أسيرا للراتب أو الديون. كل الدروس السابقة تصبح أدوات يمكن استخدامها في الحياة اليومية لتحقيق أهداف مالية محددة. كما يحث الفصل القراء على الاستمرار في التعلم وتجربة استراتيجيات جديدة وعدم الخوف من الفشل أو ارتكاب الأخطاء، فكل تجربة مالية تمنح خبرة تزيد من قدرتك على إدارة أموالك بحكمة. وفي الختام، إذا أعجبك المحتوى لا تنسى متابعة القناة والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليوصلك كل جديد، لأن كل خطوة صغيرة اليوم تقربك أكثر نحو الحرية المالية والتحكم في مستقبلك المالي.